السلام عليكم، مرحبا بكم في نوفيل فيديو. اخر فيديو كنت درتها هضرت فيها على الامهات العشر، وطلبتوا مني بزاف التعاليق على انني نهضر لكم على الام النرجسيه بشكل مفصل. كيفاش تعرفوا على ان الام ديالكم نرجسيه؟ اول حاجه ما كتبين حتى شي نوع من تعاطف لوليداتها، ما كيهمهاش ولادها كيفاش عايشين في حياتهم الزوجيه، حياتهم المهنيه، في المجتمع، في المدرسه الى اخره، بقدر ما كيهمها صورتها قدام الناس والسمعه ديالها قدام الناس. ثاني حاجه هي انها في هضرتها كتموقع غير على راسها، شنو دارت والافعال ديالها اللي بالنسبه لها عظيمه. تيكون عندها واحد اللسان مسموم 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 مسموم، وتقدر تستعمل الفاظ نابيه وتطيح الهضره مع ولادها. ما كيهمهاش هي واش كتجرح الناس ولا واش ان ما كيهمهاش الاحاسيس ديال الناس بصفه عامه، بقدر ما كيهمها راسها، حيت بالنسبه ليها الناس ماشي مهمين. الام النرجسيه كتكون عندها واحد الغيره قاتله من ولدها، ماشي على من ولدها، كتغير منه، وكتكون كتقارن ما بين ولادها. كما قلت لكم في لا فيديو الاخرى اللي فاتت ان كيكون عندها كبش الفداء، تيكون عندها الابن الذهبي، بجوجهم راه ولادها، ولكن واحد طالع واحد هابط. تما عندها لو بوين فور ديالها، هو انه ديما داك الكبش الفداء تحسو مسكين بالدنيا، تحسو مسكين تنقص من القدر ديالو، باش تما هي عندها اللعبه، تما عندها لو بوين فور ديالها، فكتبقى دائما تقارن بين الخوت. وهاد المقارنه بين الخوت هي اللي كتنجم العداوه، كيولي دائما واحد حاضن الاخر، وشو علاش دار، انا ما نخليليش الفرصه فين يدير، انا كيبقاو الخوت بيناتهم معادين، كتخلق واحد العداوه ما بين ولادها. وهذاك هو لو بوين فور عندها هي. الام النرجسيه هي اللي كتفرض على ولدها يبقى دائما كل نهار يرد نفس السلسه: شكرا ماما حيتاش حملتي بيا، وحيتاش سهرتي عليا، وحيتاش ولدتيني، وحيتاش حملتيني في كرشك 9 شهور، ماشي سهله ماما، عرفتي شنو راه انجاز، وحيتاش درتي ليا وفعلتي ليا وطيبتي ليا وغسلتي ليا وخاص تحفظ هاد الكاسيطه وتبقى يوميا ترددها. تما كتحس هي بالعظمه ديالها، تما كتحس هي لو بوا ديالها على ولادها. الام النرجسيه هي اللي كتنتهك الخصوصيه ديال ولادها. الام النرجسيه هي اللي ولادها فاش كيكونوا تيوصلوا لسن المراهقه مثلا، وكيحتاجوا واحد النوع ديال الخصوصيه اللي خاصها مفروض عليها تحترمها، وخاص ضروري تعرف كيفاش تتعامل معها باش تحافظ على ديك العلاقه بينها وبين ولادها. هي لا كتنتهك ديك الخصوصيه، حيت بالنسبه ليها ما كاينش شي حاجه كدار مورا ظهرها، ولا شي حاجه مثلا ما كاينش الخصوصيه عندها في الدار. كلشي خاصها تعرف، كلشي خاصها تحشي فيه نيفه. ابناء الام النرجسيه ما كيطولوش في علاقاتهم مع الناس، ما كيقدروش يثقوا في الناس، ما عندهمش واحد لا زون دو كونفور، ولا واحد لا زون ديال الامان، كيحسوا بالامان، عندهم واحد لا زون ديالهم دو كونفور ولا ديال الامان كيف كنقولوا. لا ما عندهمش هما هاد لا زون. الولاد الام النرجسيه ما عندهمش احترام وتقدير الذات، سي نورمال، لحقيتاش امهم ما كانت كتجاهل الحاجيات ديالهم وهما اطفال، والام ديالهم كانت كتشوفهم كانهم امتداد لها. نشرح لكم هذا الامتداد لها كيفاش. نعطيكم اكزامبل. مثلا هاد الام النرجسيه كانت كتحلم وهي صغيره تكون طبيبه، ما كتبش، ما ولاتش طبيبه، ولات معلمه، ولا ربت بيت، ولا فمنين كتولد داك الولد طارت معزه خاصو يكون طبيب. هذاك الولد ما باغيش يكون طبيب، هذاك الولد حتى هو راه كائن اخر، راه عنده الميولات ديالو، عنده الكيان ديالو، عنده حتى هو كاريزما ديالو. عاونيه باش ينمي ديك الكاريزما ديالو، عاونيه باش يديفلوبي ديك الكاريزما ديالو. ما تهرسيهاش فيه وما تفرضيش عليه يكون هو انتي. لا، انتي صافي عشتي حياتك، درتي داك الشيء اللي مكتب ليك، وصلتي ليه، عاونيه باش انه يوصل للمبتغى ديالو. ماشي تهرسي فيه طموحاته وتهرسي فيه احلامه وتهرسي فيه الحوايج الزوينه اللي تخلقات معاه، وتطوعيه وتدريسيه على حساب داكشي اللي انت بغيتي. فكوني اكيده على ان هذا الولد طوطا غادي يتهرس. الا ما تهرسش وهو صغير غادي يتهرس وهو مراهق، غادي يتهرس وهو بالغ، غادي يتهرس وهو شارف. وداك الشيء علاش كثروا بزاف الانتحارات بدون سبب. حنا ما عرفناش هذاك الولد شنو عاش، حنا ما عرفناش داك الولد شنو داز عليه.
تلاح من الكاتريام ولا من السانكيام ولا من الديزيام ايطاج. علاش؟ ما نعرف، كان عادي، كان نورمال. كي داك الولد كانوا عنده تراكمات وتراكمات وتراكمات من النهار اللي تزاد و الكاس ديالو عمر، وهذاك النهار داك لو جور جي اللي انتحر فيه كانت النقطه او القطره الاخيره التي افاضت الكاس. فهنا غادي نسد القوس وغادي نرجع لانهم كيشوفوا ولادهم كانهم امتداد لهم. يعني هذا الولد غادي تعطيه المشعل وغادي يكمل حياتها هي، ماشي حياته هو، ماشي غيبدا هو حياته ويكمل حياته، نو غيكمل حياتها هي. فهاد الولاد هادو كيكبروا بواحد عدم الثقه في النفس وما كيثيقوش في الجداره ديالهم وفي الكفاءات ديالهم، وكيتقبلوا سوء المعامله من اي واحد حيت تعودوا على هذا الشيء وكيحسب لهم بلي هذا الشيء شيء وامر طبيعي جدا. وكاين عاوتاني واحد النوع ديال ابناء الام النرجسيه اللي ملي كبروا حتى حاجه ما كترضيهم، حيت مولفين انهم يلتزموا بواحد المعايير المثاليه اللي شبه مستحيله باش يرضيو امهم. فكتبقى عندهم داك المعايير غاديه معهم وكتكبر معهم حتى انهم ملي تيكبروا ما كترضيهم حتى شي حاجه. صعيب باش ترضيهم. دابا السؤال من هذا الشيء كله، شنو هو اقوى سلاح باش انني نقضي على النرجسيه ديال الام ديالي؟ عندك جوج ديال الاسلحه، جوج ما كاينش من غيرهم، الوعي والحب. الوعي هو انني نوعى ونتقبل الفكره ديال هادشي اللي عطا الله، الام ديالي نرجسيه، ونكون واعيه باش انني نفض امام هذا المرض ولا امام هذا المشكل. يعني نكون محزم ومرزم باش انني نواجه هذا المشكل هذا. هذه الاولى. الثانيه هي انني نبغي راسي. الحب منين توصل للنقطه ديال انك تبغي راسك وتخلي الحب ديالك والاولويات ديالك في الرف الاول، ثق بيا ولا ثقي بيا انك غادي تكوني 100% ولا 1,000,000% قضيتي على النرجسيه ديال الام ديالك. بيان سور الام راه كتبقى ام وما يمكنش تخلى عليها وما يمكنش تخليها وما يمكنش تستغنى على الحاجيات ديالها، ولكن من كيوليو هاد الحاجيات وهاد المطالب مرضيه تما خاصك تعرف كيفاش تتصرف. نتمنى انني كنت خفيفه ظريفه عليكم وان لا فيديو ديالي جات بالنفع والمنفعه عليكم، خليت لكم الصحه وراحه البال حتى الفيديو ما جا ان شاء الله.